ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. لو اول مره بتشوفي القناه بتمنى منك انك تشتركي عليها وتدوسي على السبسكرايب، تعملي لايك للفيديو، تعملي شير عشان يوصل لاكتر عدد من الناس. حطيت لكم اليافطه قدامي اهيت عشان ايه ما تنسوش حطوا لايك. هعمل معاكم النهارده البصل، هنخلله بطريقه بسيطه خالص وسهله، ويلا كده تشجعي عشان تاكلي منه على رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. آه معايا هنا بصل قورمة اللي هو الصغير دوت بالشكل دوت. تمام بالشكل دوت. ده حوالي كيلو من البصل. معايا فلفل، هحط برضو معايا كام قرن فلفل كده. معايا ورق لورا، ومعايا كام فص كده من الثوم صحاح. معايا هرسة شطة، معايا ملح، معايا كوبايتين من المية، معايا نص كوباية هنا ايه من الخل. مبدئيا كده هاخد البصل دوت وهنزل فيه بمية مغلية لمدة 5 دقايق. انا هنا حاطه ميه بتغلي، هنزل عليها كده بالبصل. تمام. وهنزل كده بورق لورا وكام فص ايه من الثوم. هسيبهم يغلوا لمده 5 دقايق وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل في ايه تاني. بصوا كده بنات، انا كده سبته لمده 5 دقايق، خد غلوه كده بالشكل دوت. هبتدي بقى ايه ان انا اطلعه. برضو طلعت معاه الورق اللورا والحبان والاسف والثوم، عشان برضو ايه هحطهم معاه في البصل. بالشكل دوت. بصوا بقى البصل بالشكل دوت. هعمل مادة النقع بتاعها بقى. هي عبارة عن ايه؟ هريسة كده بتاعت شطة، توم كده صحيح، نص كوباية من الخل، كوبايتين من المية، والملح. كمان هحط هنا معاه ورق لورا. بس كده، هي طريقتها سهلة خالص بقى لو كل الحاجات دي كويس اوي مع بعض. بالشكل دوت. هحتاج هنا بقى ايه برطمان كده. ده برطمان بيشيل حوالي كيلو. تمام. هحط فيه بقى ايه البصل، واحط برضو معاه ايه ورق اللورا والثوم بالشكل دوت.
هحط معاها كده كام قرن فلفل برضو. جربوا بقى الطريقه دي ان شاء الله تدعولي. هحط بقى ماده النقع ديت. يعني هي محتاجه شويه ميه كمان، يعني ممكن نص كوبايه ميه كمان احطها لها. هدوب بقى فيهم برضو شويه ملح. بالشكل ده. اقلبه بقى كويس قوي، واقلبه كام قلبه كده عشان ايه، اتاكد ان ماده النقع ديت دخلت فيها كلها. بالشكل ده تمام. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تبخلوش عليا في اللايك والسبسكرايب لو اول مره بتشوفوا القناه، وتعملوا شير في الجروبات. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وصفه جديده. باي باي.